أهلا بيكم في قناة أصل الطبخ مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الحلو وهو القشطوطة. هنعملها بطريقة جميلة ومختلفة جدا عن برا. القشطوطة بتاعت برا بتبقى بالكريمة السادة، احنا هنعملها هنا بالمانجا وهتبقى خرافة وطعمها خطير جدا جدا جدا. وهنعملها بكريمة المانجا، وهنحط معاها مانجا فالطعم هيختلف جدا عن طعم بره. وإن شاء الله الفيديو يعجبك، ويلا بينا نشوفوا المقادير. مقاديرنا عبارة عن 5 بيضات، طبعا دول طالعين من التلاجة يعني بحرارة الغرفة، وظرفين من الفانيليا، وعندنا رشة ملح وكوباية سكر وكوبايتين دقيق وباكو بيكنج باودر. هبتدي ان انا انخل الدقيق دلوقتي. حط الكوبايتين الدقيق ومعاهم ظرف البيكنج باودر معاه، ورشة الملح طبعا اللي احنا ما ينفعش ان احنا ننساها. هنخلهم كويس قوي وبعد كده اسيبهم على جنب. النخل الدقيق ده ان احنا بننخله، ده بيخلي الدقيق يبقى فيه هوا والكيكة بتاعتك تبقى حلوة وهشة. بعد ما نخلنا الدقيق خليناه على جنب، وبعد كده في المضرب اللي انا هضرب فيه البيض والسكر، احط السكر واحط ال5 بيضات وظرفين الفانيليا، وهضرب البيض مع السكر لحد ما يعلى معايا. بعد ما بيعلى معايا بالمنظر اللي انت شايفاه ده، هاخده وابتدي ان انا احط كمية الدقيق بتاعتي شوية بشوية. وفي الوقت ده انا بكون مولعة الفرن، ما تنسيش ان انت تولعي الفرن عشان يكون سخن. وما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. كده انا حطيت الدقيق حبة بحبة، وابتدي بقلب شوية بشوية كده، وما بخرجش الهواء من البيض والسكر اللي انا ضربته. يعني انتي تخلي ايدك من تحت وانتي بتقلبي علشان ما تخليش الهواء يخرج. بعد كده في صاج او في صينية زي ما انتي عايزة، بس الصاج بيكون احسن عشان تعرفي تقسميها. بتدهنيه مادة دهنية، وبعد كده بتحطي كمية الكيك كلها فيها وبتدخليه الفرن. هي بتاخد حوالي تلت ساعة في الفرن وبتخرج. بعد ما خرجت معايا كده انا استنيت لما هدت، وبعد كده ابتديت ان انا اقطعها واخرجها من الصاج. طبعا انا كان عندي قوالب زي بتاعت المحلات حطيت فيها، وبرضو عندي صينية تانية برضو حطيت فيها صينية بايركس. فيعني الحاجة اللي انت هتحطي فيها مش مشكلة. هحط دلوقتي الكيكة في القوالب دي، وهقطع الحرف علشان الكيكة تبات في القالب، ما تطلعش برا. الزيادات دي كلها انا مش برميها، انا هشتغل بيها برضو. وبعد كده هبتدي ان انا احضر الكريمة. الكريمة بتاعتي عبارة عن موس مانجا، موس بطعم المانجا. الحاجات دي بتتباع عند الراجل بتاع خامات الحلواني، يعني هتلاقيه في منه بطعم الشوكولاتة والمانجا والفانيليا زي ما انت عايزة. تمام. بعد ما هعمل الكريمة دي هضربها هركنها على جنب، وابتدي ان انا يبقى معايا نص كيلو لبن او اكتر، ومعايا قشطة كمية حلوة جدا هحطها في اللبن وادوبها. القشطة دي كميتها كبيرة لان هي اسمها قشطوطة علشان احنا بندوب في اللبن كمية قشطة وبنسقي الكيكة بيها، عشان كده هي اسمها قشطوطة. تمام. هاخد بعد كده الكيكة واسقيها باللبن والقشطة زي ما انت شايفة كده، اديها كمية وفيرة منها وبسيبها بعد كده على جنب. وبعد كده ببتدي ان انا اقطع المانجا. هطحن المانجا زي ما انتي شايفة كده عشان تبقى ناعمة معايا، وابتدي ان انا احطها برضو على الكيكة. ليه؟ لان احنا عايزين نطعمها تبقى قشطوطة بالمانجا، مش عايزينها تبقى قشطوطة سادة زيها زي اللي بره، هنعملها مختلفة زي ما احنا قلنا. فهبتدي ان انا احط لها المانجا اللي انا طحنتها دي حلوة قوي، وبعد كده اسيبها على جنب شوية. يعني انا في كل خطوة من اللي بعملها دي انا بحطها في التلاجة شوية. تمام. طبعا بس عشان انا هنا قدامك انا ما حطيتش الكيكة دي في التلاجة عشان تشرب المانجا بتاعتها. انتي بقى اعملي كده، يعني كل خطوة تعمليها دخليها التلاجة.
بعد كده بابتدي إن أنا أجيب بقى الكريمة اللي هي موس المانجا، وابتدي إن أنا أحطها على الوش، وبعد كده اعملي بقى الشكل اللي يريحِك، بالشوكة أي منظر تقدري تعمليه. وبعد ما بتخلّصي بقى الكريمة دي، أنا باكون المانجا اللي أنا طحنتها دي باحطها في قوالب التلج، وخلّيتها في الفريزر تجمد شوية عشان عايزة أرُص على الوش بتاعها مانجا كمان. أحط دلوقتي بقى قوالب المانجا على الوش، وبعد كده أنتِ بقى لو عندِك مكسرات عشان تعملي زي برّه، تقدري ترشي عليها مكسرات، تقدري ترشي زبيب، جوز هند، سوداني، زي ما أنتِ عايزة تقدري ترشي على الوش. دي الصينية البايركس اللي قُلت لِك عليها، أنا كده عملتها من غير حاجة إن أنا أرشها على الوش بتاعها. حطيت بس المانجا، لكن القالب التاني أنا حطيت له زبيب وجوز هند وسوداني وفروتة مسكّرة، يعني علشان إيه، أحسّس ولادي إن هي زي برّه يمكن أحسن. وده بيكون الشكل النهائي للقشطوطة بتاعتنا، وطعمها هيعجبِك، والكيكة نفسها دايبة جدًا طبعًا في اللبن، بالقشطة، بالمانجا، يعني طعمها إن شاء الله هيعجبِك وهيعجب ولادِك جدًا، ومش هتشتريها من برّه، لإن هي من برّه مش زي اللي إحنا عاملينها في البيت خالص، زي ما قُلت لِك هي بتبقى سادة، بكريمة سادة، ما بيتحطّش عليها أي فاكهة. لكن إحنا هنا معزّزينها وعاملينها بفاكهة المانجا، أنتِ تقدري تعملي بالفراولة، يعني بأي طعم أنتِ حاباه في الفاكهة بتاعتِك. وده الشكل النهائي للفيديو، وأتمنى إن الفيديو يعجبِك، ولو عجبِك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لِك فيديوهاتي، وإن شاء الله أقابلكم في فيديوهات تانية.